جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم عاد وهاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. هو أبو المساكين كما قال ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة مع القادة الثلاثة الذين عينهم صلوات الله وسلامه عليه: زيد بن حارثة فإن قتل، فجعفر بن أبي طالب فإن قتل، فعبد الله بن رواحة. فذهب الجيش الإسلامي مقاتلا في جهة الروم فلما وقعت المعركة قتل زيد رضي الله تعالى عنه، فأخذ الراية جعفر، فلما أخذ الراية بيمينه قطعت يمينه، فأمسكها بشماله فقطعت شماله، فضم الراية حتى لا تسقط، فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قتل بعد ذلك عبد الله بن رواحة، فأخذ الراية سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما وصل نعي جعفر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا عليه، وذهب إلى أهله يخبرهم بوفاة جعفر رضي الله تعالى عنه. ولما رأى الله تبارك وتعالى حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمه جعفر، أرسل جبريل ليخبره أن الله تبارك وتعالى أبدل جعفرا بيديه جناحان يطير بهما في الجنة، وهذا فضل من الله عظيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر أبنائه وأهله وحفظ لهم حقهم في ذلك، فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ويقول عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صغير، وعين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان حزنا على جعفر، وهو يمسح على رأسي ويدعو لجعفر أن يخلف الله تبارك وتعالى عليه خيرا الدنيا والآخرة.